صباح السعادة والسكر الزيادة. فيديو النهاردة بقى لسنة أولى مطبخ سنة أولى جواز. لو طالبة أو مغترب مريضة سكر أو بتعملي دايت، هعمل معاكم صينية قمر 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 يا بنات. صينية السعادة. بصي بقى يا بنات، بدهون قليلة خالص، ممكن كمان تعمليها من غير أي زيوت ولا أي دهون. الصينية دي بقى يا بنات هيلث جدا، صحية جدا جدا، اقتصادية وزي الفل، موفرة للوقت، موفرة للجهد، موفرة لحاجات كتير قوي. يعني من الآخر كده لو انت موظفة هتعملي الصينية دي في 10 دقايق وهتبسطي نفسك وتبسطي اللي حواليك. نصلي على الرسول وندخل على مطبخنا المتواضع على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وطبعا وزي كل فيديو، لو أول مرة تشوفيني لايك وشير وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى الوصفات اللي بنقدمها لكم بتعجبكم؟ يلا ندخل على المطبخ. اول حاجه يا بنات زي ما حضراتكم بقى شفتم، انا كده معايا فرخه بالشكل اللي حضرتك شايفاه. تقسيم او التقطيع زي ما تحبي، بصي قسميها براحتك خالص. معايا بقى طماطم، استخدمت توابل واستخدمت بطاطس. قطعت البطاطس يا بنات لشرايح بالشكل اللي انت شايفاه. هنا بقى كميه الخضار، بطاطس او طماطم او اي خضار هتحبيه، تقدري ان انت تزوديه بمعرفتك. الزيت هنا يا بنات اختياري، ممكن ان انت ما تضيفوهوش لان التوابل هتظبط معاكي الصينيه وهتخليها زي الفل. اجيب بقى الطماطم بتاعتي واغسلها كويس قوي وعليهم قرن فلفل، وطبعا لو بتحبي الشطه تقدر ان انت تضيفي. متنسيش طبعا البصله، ولو عندك توم تقدري تضيفي فصين من التوم، ممكن الاستغناء عنهم، مفيش اي مشاكل. اضيف لهم بقى يا بنات معلقتين من الخل، وهنا معلقتين الخل يا بنات بيطرم الأنسجة بتاعة الفراخ أو اللحمة، وبيساعدوا على عملية التسوية. طبعا عشان امشي الخلاط بضيف برضو حوالي كده معلقتين من الزيت، وزي ما قلتلك تقدر ان انت تستغنى عنه. سمنة او زيت، زبدة او زيت، بصي المادة الدهنية اللي تفضلي. التوابل بتاعتي بحب استخدم يا بنات ملح ابيض وعليه فلفل اسود، وطالما معانا بطاطس وطماطم بضيف شويه من الكمون وشويه من البابريكا عشان اللون. يعني نقدر نحط معلقه الا ربع من الملح على الفرخه دي طبعا، وكميه البطاطس نص معلقه من الكمون، معلقه بابريكا، وربع معلقه من الفلفل الاسود. هنا بقى يا بنات بدات ان انا ارص زي ما انت شايفه كده البطاطس، وبعد ما رصيت البطاطس هنزل على طول عليها بطبقه الفراخ. الفراخ يا بنات برصها بالشكل اللي حضرتك شايفاه. ولو رصينا الصينية عادي خالص بطريقة عشوائية برضه عادي، مش مشكلة يا بنات، هتبقى برضه شغال. الناس بتحب تلوح الفراخ او تديها صدمة كده على البوتاجاز، بس انا هنا عشان ببقى مستعجلة ببدأ ان انا اضيف كل حاجة، وهنا تعتبر الوصفة يا بنات ني في ني. مستعجلة وما تبلتهاش كتير، تقدر ان انت تعملي فتحات في اجزاء الفرخة عشان تشرب معانا التتبيلة بسرعة. كده يا حبايب قلبي الصينية جاهزة خلاص على الفرن. يا دوب كده احط شوية مية في الخلاط، حوالي نص كوباية او كوباية من المية، واخدخد بيهم شفشق الخلاط واضيفهم عشان يبقى معانا صوص مع البطاطس يا بنات. صدقيني لو قلتلك هتاكلي البطاطس قبل اللحمة يبقى صدقيني. هزة كده بسيطة، وادخل بقى يا بنات على درجة حرارة عالية الفرن بتاعي. شايفين ما شاء الله بدأت هنا الفراخ تاخد معانا اللون. هنا بقى يا بنات بجيب المعلقة وباخد شوية كده من الصوص واحط على وش الفرخ بالشكل اللي حضرتك شايفاه. طبعا مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، ما شاء الله اللهم بارك. الفراخ معانا احمرت وبقت زي الفل، طعمها هايل. في الاخر تقدري ان انت تضيفي لها قطعة فحم كده وتنزلي عليها بشوية كده من الصوص او شوية زيت، وهتبقى معاكي احلى فراخ مشوية. صدقيني هتبقى زي الفل. لو وصلت لحد هنا وشايفه ان الفيديو يستاهل منك يا لايك، يا ريت ترفعيه بلايك. ما تنسوش تحبوا بعض.